انت مين؟ متردد في الحياة بين البنين، ولا اللي عارف رايحة الخطوة فين؟ قلبك جريء ومحدد الطريق. انت استثنائي مش زي الباقي. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. نبدأ الفيديو، متنسوش لايك واشتراك بالقناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. ازيكم يا اجمل فانز، وحشتوني جدا. فيديو اليوم معانا معلومات وحقائق جديدة عن عيلة الجمل. هنعرف فيه حقيقة تعب بيبي أصالة، وكمان مفاجأة قربت جدا وهي عيد ميلاد أمنية القوة والهدية المفاجأة ليها من العيلة. واخيرا اخوات ندى جلجل اختفوا فين بعد ظهورهم مع ندى لأول مرة. فيديو اليوم مهم جدا لكل الفانز، بس كملوه. وقبل ما نبدأ ما تنسوش اللايك وشوفوا للنهاية لو بتحبوا عائلة الجمل. يلا بينا نبدأ. وهنبدأ ببيبي أصالة. والحقيقة بيبي أصالة دلوقتي بقى عندها 40 يوم، وظهرت وهي تعبانة وبتكشف عند الدكتور. جلجل قالت انه ظهر عليها حبوب وكانت مضايقاها جدا، ودي حاجة قلقت ندى واحمد، بس الحمد لله الدكتور قال مفيش خوف منها. صالة ما شاء الله عليها كويسة قوي، ودي جلجل زي ما متعودين عليها بتضحك مع احمد وهو بيصورها. وهنكمل مع أصولة. مستر احمد كان مندمج قوي معاها وهو قاعد على المكتب وبيشتغل، كان شايلها وبيلعبها. أحن أب ده ولا ايه؟ ربنا يخليه ليهم ويخليهم ليه. وبالمناسبة دي نحب نبارك لندى واحمد على وصولهم ل5 مليون مشترك على اليوتيوب. بجد فرحنا جدا، وعقبال يا رب 10 مليون ليك ولكل العيلة. دلوقتي يا اجمل فانز تعالوا نشوف حقيقة اختفاء اخوات ندى جلجل بعد ظهورهم لأول مرة مع ندى. والحقيقة ظهر اخوات ندى جلجل في فيديو عند الأميرة فيروز، وبعد كده الفيديو ده اتمسح، وبعدها على طول عملوا قناة على اليوتيوب ونشروا فيها فيديوهات ليهم وكمان فيديوهات لندى جلجل معاهم. لكن فوجئنا انهم مسحوا كل الفيديوهات، واللي موجود على القناة هو فيديو بس واحد مع الأميرة فيروز، وده سببه انهم لسه هيشتغلوا على الفيديوهات مع ندى جلجل ومستر احمد، وبيجهزوا لفيديوهات قوية جدا، بس انتظروهم. وكده كمان نكون جاوبنا على سؤال الفانز. ودلوقتي واخيرا تعالوا نشوف مفاجأة أمنية القوة في عيد ميلادها. الحقيقة اتكلمنا الفيديو اللي فات عن عيد ميلاد غزل اللي قرب، لكن هيكون الشهر الجاي، وكان لازم ننبه كل الفانز عن عيد ميلاد أمنية القوة. أمنية عيد ميلادها بعد بكرة إن شاء الله يوم 18/11، يعني يا جماعة أمنية القوة هتتم 12 سنة. كل سنة وهي طيبة وعقبال العمر كله يمنه، وانتظروا أقوى فيديو لعيد ميلاد أمنية القوة. المهم إن أمنية القوة وصلت للمليون زي آية أحلى، لكن لسه محتفلتش بالدرع الذهب، والمفروض أستاذ محمود الجمل يهديها بالهدية دي وهي درع المليون. لكن هنستنى ونشوف هدية أمنية القوة هتكون ايه من العيلة. معلومة مهمة لكل الفانز، مامة أمنية وتيتو من دمنهور، وبتشوف أمنية وتيتو كل آخر شهر، لكن ما بتظهرش على اليوتيوب. هل هي هتحضر عيد ميلاد أمنية القوة ولا لأ؟ هي ما بتظهرش في عيد ميلاد أمنية، وده لأنها ما بتظهرش على اليوتيوب. بنتمنى يعملوا حفلة عيد ميلاد لأمنية القوة، لأنها تستحق يحتفلوا بيها عشان بتتعب جدا في الأفلام. جد أحلى ممثلة في الأولاد هي أمنية القوة. ودلوقتي هنقول خبر عاجل عن ندى مراد برنس مصر. يوسف أخوها شاركنا الستوري دي وهو إن عمه توفى، ربنا يرحمه ويجعله في الجنة. وبس كده وصلنا لاخر الفيديو، بس ما انتهاش سؤال الفانز الفيديو اليوم هو ظهر اسم أمنية القوة في الدقيقة الكام؟ شوفوا الفيديو للنهاية عشان تعرفوا تحلوا السؤال، وكملوا معانا عشان هنعرض أسامي الفانز اللي فازوا في المسابقة. وما تنسوش تدعمونا وتشتركوا بالقناة الجديدة فانز برنس مصر، وعاوزين نوصل الفيديو ده لأكبر عدد من اللايكات، وانتوا قدها يا أجمل جيش. وهنا وصلنا للنهاية، ما تنسوناش في اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. اشوفكم الفيديو الجاي، بحبكم جدا، مع السلامة.